اتكلمنا كتير جدا في القناة عن الواسطة في حلقات مختلفة، وكلمة الواسطة عموما بشوفها تطبق على الغير موهوب اللي مفروض على الجمهور من ناحية ان ابوه فنان ففرضوا على الناس. لكن يوجد ابناء فنانين عظام افضل من ابوهم وامهم كمان كموهبة. طبعا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في جميع حلقات ابناء الفنانين زي حالة الفيشاوي وكريم عبد العزيز، واتكلمنا وقلنا ان لو كل الواسطة هتطلع لنا فيشاوي وكريم عبد العزيز فيا ريت الوسط كله يبقى واسطة. واحدة من ابناء الفنانين الموهوبة جدا منذ ظهورها الأول على شاشة التلفزيون والسينما، أفضل ممثلة في آخر سنين على الساحة الفنية، المبدعة النجمة المتألقة ريهام عبد الغفور. فليه ريهام عبد الغفور ممثلة مش طبيعية؟ فالسلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. ريهام عبد الغفور واحدة من أفضل أبناء جيلها اللي أبرزهم زيها أبناء فنانين اللي هم أفضل موهبتين على الساحة الفنية حاليا، الفنانة حنان مطاوع والعظيمة جدا منة شلبي، وطبعا ريهام عبد الغفور. ريهام عبد الغفور مش خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، هي مثلت عشان أبوها أشرف عبد الغفور ودخلت من الباب ده، لكن ده ما يمنعش إنها معجونة فن وتمثيل وموهوبة إلى أبعد حد. أول عمل شاركت وظهرت فيه ريهام عبد الغفور كان من بوابة زيزينيا بشخصية ألفة الجابر مرساه سنة 2000، ومن هنا مسيرتها الفنية ابتدت. شاركت سنة 2001 في المسلسل الأيقوني أهم مسلسل درامي في وجهة نظري حديث الصباح والمساء شخصية صدرية، وشاركت في أعمال زي سحر العيون بشخصية دينا، وشابينام في صاحب صاحبه، وشخصية ملك في فارس بلا جواد، وشخصية سلوى في الحقيقة والسراب، وحنان في كان يوم حبك، ورشا حسين نصحي في ملاك اسكندرية. الأعمال دي كلها ساعدت ريهام عبد الغفور على الانتشار، لكنها في الخمس سنين دول من سنة 2000 ل 2005 لم تختبر في ولا عمل فني، كلها أدوار عادية لم تظهر أي ملامح لموهبة ريهام عبد الغفور الفنية، هي مجرد قبول وأعمال وأدوار تساعدها على الانتشار. العمل الوحيد في هذه الفترة اللي ريهام عبد الغفور قدرت تقدم فيه حاجة وتبدع فيه وتعمل كاركتر كامل للشخصية وهي شخصية نيفين جودة في حريم كريم. أبدعت ريهام عبد الغفور في هذه الشخصية وقدرت تسيب بصمة في هذا العمل النوستالجيا الجميل. كريم كريم، ازيك؟ ايه ده؟ ايه المفاجأة دي؟ وعملت في نفس السنة سنة 2005 شخصية جميلة جدا في عمل وفيلم مش واخد حقه، وهي شخصية عبير أبو العيلة فيلم جاي في السريع. وشاركت برضه في أعمال زي تقى في بالعربي سندريلا، وشخصية نور في زي الهوا، وسالف جعلتني مجرما، ومنى في عليا الطرب بالتلاتة. حكم قناع الانتشار خلاكي تشاركي في اعمال زي عليا الطرب بالثلاثه ومع الفنان سعد الصغير وبالعربي سندريلا وغيرها من جايبه لي الماضي القديم ليه حكم كده. قناع الانتشار هو اللي خلاكي تشاركي في اعمال زي دي؟ سوء الاختيارات. سوء اختيار ولا كنتي عايزه انتشار؟ آه لا، كنت عايزه سينما. أسامة في الفيلم الأندر ريتد جدا عجميستا. وأخيرا بعد كل هذا الانتشار وأكتر من 20 مشاركة وبعد 8 سنين من انطلاقتها في أول أعمالها، أخيرا تختبر ريهام عبد الغفور في شخصية جميلة في الفيلم اللي مش واخد حقه خالص الغابة. بتقدم ريهام عبد الغفور في هذا الفيلم دور من أروع ما يمكن، أداء رائع وأول شخصية حقيقية بتعرفنا على موهبة قوية جدا. موهبة ريهام عبد الغفور دي بالنسبة لي الدور ده هو انطلاقة ريهام عبد الغفور الحقيقية. بعدها بتشارك في سنة 2009 في عملين وهما شخصية عالية في مسلسل أفراح إبليس وشخصية فاطمة في فيلم الأكاديمية، وقدمت دور من أروع ما يمكن وقدرت تسيب بصمة في هذا العمل العظيم وهو مسلسل شيخ العرب همام شخصية ورد اليمن، وشخصية عائشة في وادي الملوك. من أفضل أدوار ريهام عبد الغفور في مسيرتها الفنية هو دورها الدرامي شخصية بدرية في رائعة الريان. ريهام عبد الغفور هنا بتبين قد ايه هي قويه في الدراما وقد ايه هي قادره على تجسيد اي شخصيه اختبار جديد وبتنجح فيه بجداره وبتثبت واحده انها ممثله مش عاديه. واخلق لنفسي مكانه عند الجمهور، يعني لو مش هبقى الميجا ستار اللي كذا وكذا لازم اخلق لنفسي مكانه عند الجمهور. فكان نفسي تمنيت قوي اني ابقى متميزه، ابقى مميزه، فبقيت بحاول اختار ادوار مش شبه شكلي ومش شبه اللي الناس عارفينه عني ومش شبه الانطباع اللي متاخد عني وكده، علشان افاجئ الجمهور. كانت الحقيقه اول ستيب عملت الحكايه دي الريان. بعيدا عن الاعمال المتعارف عليها، ريهام عبد الغفور كانت بطل سلسله قصص الانسانه في القران وباقي القصص، وقد ايه هو كان مسلسل كرتوني مهم جدا. وصوت ريهام عبد الغفور من خلال هذه القصص بقى ايقوني جدا بالنسبه لاطفال هذا الجيل اللي كان بيسمع القصص دي وبيشوفها ساعتها اللي هو جيلنا ومرتبطين بيها من واحنا صغيرين. اتمنى انهم يرجعوا يقدموا القصص دي لانها بجد مهمه جدا وايقونيه جدا، وزي ما احنا اتربينا عليها الجيل اللي بعدينا يتعود على وجودها في شهر رمضان. شاركت
قدمت هاني سلامة بطولة مسلسل الداعية بشخصية خديجة اللي قدمته كالعادة أكتر من رائع. سنة 2014 قدمت 3 أعمال دراما نجحوا جدا وهي سابت فيهم بصمات مهمة. أول عمل هو مسلسل سيرة حب بشخصية ميرفت وشخصية هويدا في تفاحة آدم وشخصية رانيا اللي أبدعت فيها الحقيقة. في مسلسل الخطيئة قدمت دور قوي جدا وقدرت تبقى ند بند فيه مع منة شلبي وهي شخصية ابتهال في مسلسل من أفضل مسلسلات الدراما في آخر 15 سنة حارة اليهود. ريهام عبد الغفور قدرت تثبت نفسها في وسط إياد نصار ومنة شلبي وده إنجاز في حد ذاته. عايزين نعرف كواليس دورك في مسلسل حارة اليهود. مبدئيا اول لما جالي الدور يعني استغربت لان دور رقاصه وما كانش شبهي قوي وكنت مستصعباه جدا لانها بالفعل بترقص في المسلسل، مش بس رقاصه وخلاص مالهاش مشاهد بترقص يعني، لا فيها مشاهد ترقص. فكنت مرعوبه ورحت اتعلمت رقص، ما بعرفش ارقص خالص بصراحه، فتعلمت عند كذا حد منهم مدام لوسي. قدمت شخصية كويسة جدا في الهرم الرابع شخصية زيزي وفريدة أبو العلا في القيصر. لكن سنة 2017 بتقدم ريهام عبد الغفور واحدة من أفضل أدوار الدراما النسائية في تاريخها وهي شخصية أفنان في مسلسل لا تطفئ الشمس. بجد علامة فارقة جدا في مشوار ريهام عبد الغفور الفني. أفضل أدوارها المخرج محمد شاكر خضير قدمها بشكل وصورة رائعة. أكيد الاتنين دول لما يجتمعوا مع الكاست العظيم ده هيقدموا واحدة من أفضل المسلسلات الدرامية على الإطلاق لا تطفئ الشمس. ريهام عبد الغفور قدمت سحر في هذا العمل وكل الكاست الحقيقة كله قدم أفضل ما عنده، سواء محمد ممدوح تايسون اللي قدم دور من أفضل أدواره وأمينة خليل وأحمد مالك وده أفضل دور بالنسبة لي من وجهة نظري لجميلة عوض وطبعا الرائعة ميرفت أمين. شخصية ودور ومسلسل للتاريخ. انا حبيت فيه قوي كبني ادمه وتعاطفت معاها وكانت بتصعب عليا وصدقتها وعشت معاها تماما. والمشهد اللي اتعمل ده انا حقيقي كل ما بشوفه جسمي بيقشعر، مش يعني لعظمتي ولا بس لاني بحط نفسي في مكان واحده رايها ان مفيش اي حد بيعجب بيها، فاول الوحيده اللي اعجب بيها اتخطبت له وهي مش طايقاه خالص، فبتصعب عليا احساسها بالضآلة كده. فاهمه قصدي؟ ريهام عبد الغفور قدمت عزمه في 2017 قدمت شخصيه رضا في المسلسل اللي نال نجاح جماهيري كبير جدا رمضان كريم اللي ابدعت في تقديم شخصيه رضا دي ريهام عبد الغفور. وشخصيه فريده المسلسل اللي نال نجاح جماهيري كبير جدا برضه الزيبة قدمت دور قوي جدا في هذا العمل. والشخصية القوية جدا برضو شروق عثمان أو أم عز في فيلم الخلية، الشخصية اللي قبلتها ريهام عبد الغفور عشان مفيش حد هيقدر يقدمها زيها. ممثلة ما بتدورش على النجومية على قد ما هي بتدور على الدور الصعب. شخصية زي شخصية شروق دي مساحتها صغيرة جدا ومش موجودة في بوستر الفيلم، مع ان نجومية ريهام عبد الغفور في الوقت ده تسمح لها انها تبقى بجانب البطل. بس دي عقلية الممثل القوي انه مش مهم انا اسمي الكام او موجودة في البوستر ولا لا، بس شخصية زي دي مساحتها صغيرة هقدمها عادي وهسيب فيها بصمة عالمية. في نفس السنة ممكن اعمل بطولة مطلقة عادي جدا. شخصية شروق دي شخصية معقدة ومركبة قدرت تقدمها ريهام عبد الغفور بكل سهولة وتقدمها بشكل عبقري. في 2018 بتقدم عملين اروع من بعض، مسلسل الرحلة الاندرريتد جدا اللي ابدعت فيه ريهام عبد الغفور بشخصية رانيا. حقيقي انا عارفه ساعات الكلام ده بيبقى الناس بتفتكره كليشيه، بس الدور ده حقيقي عامل حاجه في اعصابي. يعني انا عندي تولرنس على الاطفال وتولرنس على البتاع، من ساعه الدور ده بقيت من كتر ما كنت اتوترت في المسلسل بقيت بتوتر بسهوله جدا في الواقع. يعني ولادي بيعانوا من الموضوع ده وابني الكبير بيقول لي لا ما تطلعيش شغلك علينا، يعني من كتر ما انا فعلا بقيت متوتره. وشخصيه نجاة في فيلم سوق الجمعه اللي قدمت فيها ريهام عبد الغفور دور بعيد كل البعد عن شخصيتها ومختلف وما قدمتوش قبل كده، وابدعت فيه وقدمته بعبقريه شديده كل طبيعيه وسلاسه واريحيه في التمثيل، موهبه مش عاديه. سنه 2019 بتقدم شخصيه فريده في مسلسل زي الشمس وهي فريده من نوعها فعلا. ابدعت ريهام عبد الغفور في هذا العمل واحده من افضل ادوارها على الاطلاق. افضل فورمه الممثله شفتها دينا الشربيني بموهبتها الكبيره التي لن يستهون بيها ابدا، غطت عليها ريهام عبد الغفور بالكامل في هذا العمل. اكتساح واداء تمثيلي رائع من فنانه رائعه. بس كان الكاركتر اكتر هو اللي طاغي. لا انا اللي كان قلقني حاجه تانية، اللي كان قلقني طبعا ان هي عملت جرم فظيع ان هي خانت اختها وكده، ده حاجه فظيعه جدا ما تخيلهاش. يعني انا عندي اخت ما تخيلش ان ده ممكن يحصل بالبشاعه دي، ولكن وكان ده كمان في 3 حلقه، فكنت خايفه الناس تقفل من الكاركتر من اولها كده، لكن الحمد لله الناس حبوها. وبعدين كنت خايفه كمان من عدد المشاهد لان هي ما بتطلعش كتير فريده، فكنت خايفه ان الناس ما تتعلقش بالشخصيه قوي. كان عندك في 2020 قدمت فيلم قصير مش واخد حقه خالص بيدعى واحده كده، وقدمت اداء ممتاز كعادتها، وقدمت شخصيه منى اللي سابت بصمه فيها لا تنسى في المسلسل الجميل جدا اللي حقق نجاح كبير في التلفزيون الا انا حكايه ربع قيرو. قدمت في نفس السنه ظهور خاص مميز جدا في فيلم صاحب المقام بشخصيه زينب جارة هنادي، وقدمت دور ممتاز وحبت تعيد النجاح الباهر اللي قدمته مع دينا الشربيني مره تانية من خلال تجربه مسلسل قصر النيل
بشخصية عايدة. سنة 2022 بالنسبة لي هي أفضل سنة في مشوار ريهام عبد الغفور. كل ممثل ليه سنة كده بيبدع فيها وبيقدم فيها كل ما يملك من مخزون فني وبيقدم أفضل أداء تمثيلي عنده. سنة 2022 كانت بطولتها الأولى عن استحقاق وجدارة ريهام عبد الغفور، أفضل ممثلة في هذه السنة بدون منازع. ومع ذلك في مهرجان الدراما لسنة 2023 اللي حصلت على جائزة أفضل ممثلة درامية كانت منى زكي عن مسلسل تحت الوصايا، المهرجان اللي اتعمل بعد المسلسل على طول وبيضم أعمال 2022 معاه لأنه اتعمل في نص سنة 2023، ملحقش يغطي السنة كلها. منى زكي قدمت أفضل أداء تمثيلي ليها على الإطلاق في هذا العمل، لكن ريهام عبد الغفور قدمت أعلى أداء تمثيلي ممكن توصل له في 6 أعمال و6 شخصيات مختلفة، كل شخصية ملهاش دعوة بالتانية. 3 أعمال في 2022 و3 في 2023 مش ممكن الإبداع. السنتين دول بالأخص هم الأفضل في مشوارها الفني. بص بقى ل6 أعمال: وش وظهر، ومنعطف خطأ، الغرفة 207، أزمة منتصف العمر، الأصلي، ورشيد. نبتدي بأول عمل وهو وش في وش، اللي قدمت فيه ريهام عبد الغفور أداء استثنائي، ومع ذلك ولا الدور ولا المسلسل خدوا حقهم. شخصية ضحى دي بجد مش أي حد يقدر يقدمها. الدور التاني وهو دورها في منعطف خطر بشخصية جيهان. الدور والشخصية دي لوحدها تستحق جايزة من مهرجان عالمي. وكل دور والشخصية من ال6 دول الحقيقة وصلت لأعلى مستوى ممكن توصله ممثلة في هذا الدور، أثبتت إنها مجرمة تمثيل بجد. وكل القائمين عن العمل سواء السدير مسعود أو باسم سمرة اللي أبدعوا كمان كالعادة برضو باسل الخياط، المسلسل اللي خد إشادة كبيرة جدا من النقاد وساب بصمة وتأثر كبير جدا بين الجمهور، هو ده السدير مسعود. ريهام عبد الغفور اكتر ممثله لبست الحجاب في ادوارها من بعد الرائعه العظيمه عبلة كامل. تلت اعمالها تقريبا عن شخصيات محجبه، وكل شخصيه منهم ابدعت فيها بشكل مش طبيعي، من الممثلين اللي بيليق عليهم جدا ويعتبر سلاح لامتلاك الشخصيه. في اخر السنه قدمت عمل كبير، قدمت عمل كسر الدنيا، وهي كمان كسرت الدنيا في عمل وشخصيه بعيده عنها جدا، لكنها قدمتها بعبقريه شديده جدا، وهي شخصيه الجنيه شيرين حسني في مسلسل الغرفه 207 اللي حقيقي قدم نجاح مش طبيعي. وريهام عبد الغفور نجحت في الاختبار وقدرت ترعبنا كلنا. الشخصيه الرابعه والعمل الرابع حقيقي قبل ما نتكلم عنها، ال6 شخصيات اقوى من بعض، وال6 اعمال من افضل المسلسلات في اخر 10 سنين. عشان كده هما السنتين دول سنتين عمرها، وبعد كل ده لم تاخذ جايزه افضل ممثله تقديرا لهذا الاداء اللي بدون مبالغه اداء خارق، وتروح لمنى زكي. حاجه كده اشبه بالكره الذهبيه الظلم اللي خدها كريستيانو 2013، واللي كان احق بيها وبجداره فرانك ريبيري اللي ختم الموسم وفاز بكل حاجه وقدم كل حاجه. المهم نكمل. قدمت المسلسل اللي نجح برضه نجاح مش طبيعي عن الموضوع الجريء جدا زينة المحارم، مسلسل أزمة منتصف العمر اللي كسر الدنيا، واللي قدمت فيه شخصية فيروز المركبة دي اللي أبدعت في تجسيدها، وفي وجهة نظري هي واحدة من أفضل الممثلين اللي بيجسدوا الأدوار المركبة. قدمت نجاح وإبداع في هذا الدور في هذا المسلسل الاستثنائي، وفي وجهة نظري هي لو ما كانتش بطلة هذا المسلسل ما كانش هينال النجاح ده، ووجودها فارق كبير في هذا المسلسل. انت نفسك ريهام ما خفتيش؟ بصي هقول لك، انا طبعا خفت لان هو الدور اكيد مش تقليدي، واكيد هاجمتي عليه جامد. اكيد الموضوع مش تقليدي ومش مريح لكل حد ولا ليا كمان، لكن هو موجود والدنيا فيها حاجات اصعب من كده بكتير. احنا الناس مش متعوده ان هي تواجه مشاكلها، متعوده ان هي تستخبى، لكن احنا مش مطلعين الشخصيات شخصيات كويسه او مثاليه، عشان طلعنا بني ادمين غلطوا غلط كبير قوي ما لهوش رجعه، فدفعوا الثمن حياتهم كلهم. فبالتالي انا مقتنعه تماما باللي انا عملته. ليه السنتين دول هما سنتين العمر بالنسبه لريهام عبد الغفور؟ لان هي اتاخرت شويه على البطوله المطلقه او الاعمال والادوار اللي تقدر تثبت فيها نفسها. حظها كان اقل من ابناء جيلها. مثلا منى شلبي اللي كانت بطله من بعد سنتين من بدايتها بس، وبتاخد ادوار مساحتها كبيره تقدر تبين فيها موهبتها. هي في السنتين دول جابت الخلص، اثبتت انها بطله مطلقه تقدر تشيل اعمال لوحدها وتكسر الدنيا، واثبتت انها من افضل 5 ممثلات في اخر 25 سنه. عشان كده السنتين دول هم نقطة فارقة في حياتها، مسكت في الفرصة بإيديها وأسنانها وقدمت كل اللي عندها. تعترفي ان منى شلبي سبقتك بخطوات كتير قوي؟ لا اعترف جدا، منى شلبي دي حبيبه قلبي، انا من اشد المعجبين بيها. ده اعتراف قوي جدا. لا طبعا، وانا بحييكي على شجاعتك، وانا بحبها جدا وبحترمها جدا وبحترمها فنيا وانسانيا، وبحترم التطور اللي حصل لها على كل المستويات، وبتمنى لها كل التوفيق في ده اخر عملين وهم عملين ابدعت فيهم كالعاده، وهم مسلسل الاصلي بشخصيه فاطمه الاصلي وشخصيه اسماء في مسلسل رشيد، الشخصيه اللي بجد كانت تحفه فنيه وقدمتها بطريقتها الخاصه وودت الشخصيه في حته تانية خالص. انا شخصيا اتاثرت بالشخصيه جدا. في 2024 قدمت شخصيه ساميه فيلم ليله العيد، وعمل مش مختلف بس ابدعت فيه، وكانت افضل ممثله في الكاست كله من وجهه نظري، ودخلته سينما لمجرد بس وجودها في البوستر. 2025 سنه ابداع من ريهام عبد
الغفور قدمت 4 اعمال اكيد حضراتكم شفتوهم، مش محتاج اتكلم عنهم. مسلسل ظلم مصطبة بشخصية هند رضوان، وكتالوج العمل اللي من انتاج نتفليكس بشخصية امينة. ابداع ما بعده ابداع، روعة في اختيار الاعمال. افضل ممثلة حاليا بتعرف تختار السيناريو اللي يسيب اثر وفي نفس الوقت ينجح، وهي موهوبة في الحكاية دي جدا. ومسلسل سنجل ماذر فازر اللايت الجميل جدا بشخصية سلمى، وفيلم خريطة رأس السنة اللي ما دخلوش السينما ففايته كتير. تغيير جلد مش طبيعي، دوره شخصية أصحاب متلازمة داون اللي قدمتها ريهام عبد الغفور ببراعة أشبه بالحرباء في تغيير جلدها. وأخيرا وليس آخرا مسلسل حكاية نرجس اللي بالنسبة لي قفلت بيه اللعبة، واللي على رأي الفنانة سماح أنور ريهام عبد الغفور هتروح فين تاني. قدمت كل حاجة، كل صراعات الإنسان قدمتها، وقدمت قضايا كتيرة جدا. ممثلة بتختار أعمال ولا غلطة، عارفة إن السيناريو ده لما يتحول على أرض الواقع هيكسر الدنيا، وهتقدمه بشكل تاني وهتضيف له. أبدعت ريهام عبد الغفور في هذا العمل الدرامي الرائع. أفضل أداء تمثيلي عمل ليها حاليا هو فيلم برشامة اللي عاملة فيه دور خفيف جميل جدا بشخصية فاتن. الفيلم كسر الدنيا ودخل نادي ال100 مليون بعد أسبوع من عرضه، وده نجاح كبير جدا. ريهام عبد الغفور بتعيش حالة من النشاط الفني الرهيبة، أفضل فترة ممكن تعدي على أي ممثل، وده بسبب مجهودها وإبداعها ونشاطها الدائم. وده حصاد لمجهودها الجبار، واللي بيتعب بيلاقي، ولكل مجتهد نصيب. أتمنى النجاح الدائم والأعمال الاستثنائية لفنانة استثنائية. أتمنى المزيد والتفوق للفنان الرائع ريهام عبد الغفور. وبس كده، انزل اعمل بقى لايك واشتراك كل الحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بداية النهاية.